السلام عليكم، لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ اش اخباركم؟ كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. مرحبا بكم معايا من جديد في قناه وصفات ناديه، فيديو جديد ووصفه جديده. بما ان هذا هو الوقت ديال الليمون او البرتقال، فغنشارك معكم هذا الكيك اليومي اللي كيجي جد رائع، خفيف سهل بسيط ولكن لذيذ في نفس الوقت. فخليكم معايا وتبعوا معايا الفيديو الاخير وفرجة ممتعة. وبسم الله على بركة الله نمروا لتحضير الوصفة ديالنا. في إناء أو في بول استعملوا، عندكم الاختيار تستعملوا العجانة أو الطراب الكهربائي أو الخلاط الكهربائي، فلكم الاختيار. درت 4 ديال البيضات. المكونات كاملين غتلقاوهم مكتوبين تحت الفيديو ولا في صندوق الوصف، وكذلك المكونات خاصهم يكونوا بحرارة الغرفة. فدرت 4 ديال البيضات، زدت عليهم نص كاس ديال السكر، والسكر كيبقى على حسب الذوق، تقدروا تزيدوا او لا تقدروا تنقصوا. درت نكهه الفاني، سكر بنكهه الفاني، وزدت عليه القشور ديال البرتقال، هذاك اللي تيكون الفوقاني وصافي، ما توصلوش اللي تيكون بيض باش ما يطلقش لكم المروره. وزدت عليهم رشه ديال الملح اللي هي طبعا ضروريه في كاع الحلويات. صافي غنطرب كلشي مزيان حتى كيتضاعف الحجم ديال البيض اولا كتغير اللون ديالو. فكما قلت لكم تقدروا تستعملوا الخلاط الكهربائي او الطراب الكهربائي، يعني ماشي ضروري انكم تستعملوا العجانه. صافي غنخليه يتطرب مزيان على درجه اللي تكون عاليه. من بعد غنقص من السرعه ديال الطراب او السرعه ديال الخفق، وغنضيف كاس الا ربع ديال زيت نباتيه. ومن بعد غنضيف كذلك هذا المكون هذا اللي كيعطي لهذا الكيك هذا كيتواتى بزاف مع الليمون، ولا هو الكوك. فدرت نصف كاس ديال الكوك، غنضيفو هكايا على الخليط. ومن بعد غنضيف علبه ديال الزبادي اولا الياغورت اللي تيكون مسوس. الا بغيتو ديروا بشي نكهه فديروا النكهه ديال الفاني. من بعد غنزيد كاس ونص ديال عصير البرتقال اولا عصير ديال الليمون. ومن بعد غنخلط كلشي مزيان، فما تبالغوش في الخفق عفوا ملي تضيفوا هاد المكونات هادو، غير انسجموا العناصر مع بعضياتهم. صافي غنحبسوا من الخفق، ومن بعد غنبداو نضيفوه في الدقيق. ففي الاول حيدت البول، ولكن في التالي غربلته عاد، يعني ما بقيتش كنحيد كل مره ونخل عليه الدقيق، فغتشوفوا معايا كيفاش. وبالنسبه للدقيق فدرت 3 ديال الكؤوس، ولكن نتوما ملي غديروا 2 ديال الكؤوس الاولين الكاس الثالث فزيدوه بالتدريج لحقاش النوعيه ديال الدقيق كتختلف. فانا احتاجيت 3 ديال الكؤوس اللي تيكونوا مملوئين، واللي المجموع ديال كلشي 300 غرام، لحقاش الوزن ديال هذا الكاس هذا العبار ديال الدقيق فيه 100 غرام. صافي، ولكن ما تبالغوش في الخفق. تقدروا ديروا هذه المرحله هذه ديال الدقيق غير بالفوي ديال اليد، ما تستعملوش الطراب وما تستعملوش العجانه. صافي غنضيف الدقيق غير كينسجم شويه الدقيق. صافي غنحبس. صافي انا زولت العجانه. صافي غنبدا نجمع غير هكايا باليد. ومن بعد غنضيف الخمارات. صافي غنضيف الخمارات، 2 ديال الخمارات اولا الوزن ديال المجموع هو 14 غرام. صافي غنخلهم، ومن بعد غنخلط بالفوي ديال اليد. في هاد الاثناء هادو غنكونوا درنا الفران باش يسخن. هذا هو القوام اللي خاصنا نتحصلوا عليه. كما قلت لكم اللي غتزيدوا الكاس الثالث فزيدوه بالتدريج. تقدروا تحتاجوا كاس اللي تيكون عامر اولا تحتاجوا اقل، فالنوعيه ديال الدقيق ديما كتختلف، فديروا غير
شويه بشويه حتى غتحصلوا على هذا القوام هذا اللي كتشوفوه في لا فيديو. صافي غنديرو في المول اللي تيكون تنكونوا داهنينو بالزبده من قبل ومرشوش بالدقيق. صافي غنكب فيه الخليط، من بعد غنخبطوه هكايا شي 3 ديال المرات هكاك باش نتفاداو دوك الفراغات. ومن بعد غندوز هاد العود هذا صافي وغندخلها للفران. العافيه تكون من التحت وصافي. المده ديال الطهي تقريبا 40 دقيقه حتى ل 45 دقيقه. وديما ما تحلوش الفران حتى تدوز 30 دقيقه عاد باش تقدروا تحلوا الفران ديالكم، باش هكا ما يهبطش لكم الكيك وغتخسروا المقادير ديالكم. فشحال من مره كتوقع لنا كاملين كنساو اولا كنسهاو كنحلوا الفران قبل ما تدوز الوقت وتيكون الكيك طالع ومن بعد كيهبط لينا. فهذا هو السبب، سبب من الاسباب اللي كيخسر منه الكيك، لحقاش كنحلوا الفران قبل ما تدوز 30 دقيقه عفوا. ومهم هذه غير نصيحه للمبتدئين. فهذا هو الكيك ديالنا ديال هذا اليوم هذا. فملي كنخرجوها من الفران كنتاكدوا عفوا باللي انها طابت، كندوزوا واحد السكين اولا عود ملي كيخرج ناشف فكنعرفوا باللي الكيك ديالنا راه طاب. صافي غنخليوها واحد 5 ديال الدقائق او 10 ديال الدقائق، ومن بعد غنقدموها في صحن، غنقلبوها في صحن التقديم وغنخليوها حتى تبرد باش ما يذوبش لينا هاد السكر اللي درنا عليه، اولا على حسب الطريقه ديال التزيين اللي بغيتو. فقط تقدروا تزينوا بسكر كلاصي كما درت انا، غير دردروا عليه سكر كلاصي، كما انكم تقدروا ديروا خليط ديال السكر كلاصي وغتزيدوا عليه الحامض، عصير ديال الحامض، وغتخلطوا مزيان حتى كتحصلوا على بحال شي كريمه اولا بحال شكلاط الابيض، وغتزينوا به الكيك من الفوق. ولكن خليو الكيك ديالكم حتى تبرد شي شويه باش ما يذوبش لكم داك السكر وما يبقاش باين. صافي هنايا زينتها هكايا بالسكر وبشرائح ديال الليمون اولا البرتقال. هذا هو الشكل النهائي. فكتجي لذيذه بزاف الصراحه، وداك الكوك اللي ضفنا معاها فكيعطيها مذاق رائع جدا. وحتى داك اليوغورت اللي درت معاه فكيجي كتجي الكيك ما مسقياش ولكن كتجي بحال لا مسقيه. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني شنو قصدت. فهذا هو الشكل ديالها، كتجي رائعه جدا. كنتمنى ان الوصفه تكون نالت اعجابكم، وكنتمنى انني نكون عند حسن ظنكم، وكنتمنى انكم ما تبخلوش عليا بلي لايك ولي كومونتير. الى فيديو مقبل ان شاء الله. خليت لكم الراحه وبسلامه عليكم وعواشركم مبروكه.